هل درجات الرأفة كفيلة تنجح اي طالب؟ ازاي اعرف انا كطالب ان تم وضع ليا درجات الرأفة؟ هل انت كطالب ثانوي عام تتساوى في درجات الرأفة مع طالب ثانوي خدمات وطالب ثانوي منازل؟ والسؤال الاهم، مين اللي هيضع درجات الرأفة؟ وازاي اعرف ان تم ليا وضع درجات الرأفة ام لا؟ ناقص درجتين يا مس، ينفع يحطوا لي درجات الرأفة؟ ناقص 5 درجات، ينفع يحطوا لي درجات الرأفة؟ قلقان وخايف ومرعوب. اغلب طلاب اولى وثانيه ثانوي بعد ما خرجت من الامتحانات قاعده بتحسب درجاتها. يا مس انا حليت 6 تابلت صح، وللاسف الشديد المقالي كله عندي غلط، وانا كده واقف معايا على درجات النجاح للاسف 4 درجات. هاخد درجات الرأفة؟ اولا حابه اطمنك وحابه ابشرك، قبل ما تفكر في درجات الرأفة انت عندك درجات تانية كتير جدا. وكلامي هنا للطلاب اللي كانت بتسمع الكلام وبتلتزم بكل كلمة بنقولها. رقم 1، يتساوى طالب الثانوي العام وثانوي الخدمات وثانوي المنازل في درجات الرأفة ليكم من 6% إلى 10% على جميع المواد. مفيش حاجة اسمها كل مادة ليها كم درجة رأفة، الكلام ده غلط، ولكن 6% إلى 10% على جميع المواد. مين اللي هيضع درجات الرأفة؟ الكنترول، ولكن ده بيتم وضعه بعد تصحيح الامتحان. رقم 2، بعد مراجعة الامتحان، بعد إضافة درجات أعمال السنة، بعد قسمة الدرجات، في النهاية بيتم وضع درجات الرأفة. اللي هيضع لك درجات الرأفة هو الكنترول حسب رؤية الكنترول. مفيش حاجة اسمها مدرسة هتاخد درجات رأفة مدرسة تانية مش هتاخد درجات رأفة. هتعرف امتى ان تم وضع ليك درجات رأفة؟ لما تعمل تظلم وتشوف الورق بتاعك، هتعرف في الحالة دي ان انت تم رفعك عن طريق الأسئلة المقالية، تم رفعك عن طريق درجات أعمال السنة، وتم رفعك أيضا عن طريق درجات الرأفة. ولكن للأسف الشديد انت كنت واقع قوي في الترم الأول، فبالتالي لما تم وضع ليك جميع هذه الدرجات لسه ناقص لك درجة على درجات النجاح. مفيش حاجة اسمها طالب هيرصف في المجموع، المعلومة دي خاطئة تماما. ولكن الطالب لا قدر الله بعد الشر لو عنده دور تاني هيكون عنده دور تاني في بعض المواد، ولو عنده عجز في المجموع هيختار مادة. طلاب ثانوي عام وطلاب ثانوي خدمات وطلاب ثانوي منازل يتساووا في درجات الرأفة طول. مفيش حاجة اسمها طلاب ثانوي منازل بتتظلم اصل ملهاش درجات رأفة. انتوا ما عندكوش درجات اعمال سنة فقط، ولكن عندكم درجات رأفة عن طريق الاسئلة المقالية، عندكم درجات رأفة. بنحاول على قدر المستطاع اكيد ان ننجح طلاب المنازل ونساعدهم ان هم يكملوا. ولكن في نقطة هامة جدا، لما مدرسة بتطلع النتيجة بتاعتها قبل ما بتطلعها لسيادتك بتراجعها. مفيش مدرسة عايزة تطلع النتيجة عندها 0 عشان الطلاب اللي بتطلع تقول ظلمونا في النتيجة. للأسف الشديد يا مس المدرسة كلها راسبة، مفيش حاجة اسمها المدرسة كلها راسبة. النتيجة لو طلعت راسب على مستوى المدرسة للأسف الشديد المدرسة دي تتعرض لمسألة قانونية أمام وزير التربية والتعليم. لازم يكون عندها نسبة نجاح، لازم يكون عندها نسبة رسوب. ومدارس ما شاء الله يعني في بعض المدارس بتكون نتيجتها ناجح هذا العام، واغلب المدارس بتسعى الى هذا المنطق. طبعا امام وزارة التربية والتعليم عايزة تبين ان المدرسين شغالين كويس جدا جدا، الامتحان كان في مستوى الطالب، والاهم من ذلك عايزة ترفع مستوى مدرستها. انما فكرة ان مدرسة تسقط كل الطلاب، المعلومة دي معلومة خاطئة تماما. ممكن مدرسة من المدارس يكون نسبة النجاح فيها ضعيفة، بيتم مراجعة النتيجة إلى الكنترول تاني وتبدأ رفع النتيجة. بيتم الرفع عشوائي؟ أبدا، بيتم مراجعة ورقة كل طالب ويتم نشوف الطالب ده محتاج درجة. أنا كنت مديله ربع درجة في المقالي، لا أديله نص درجة في المقالي، أرفع معاه شوية الدرجات. سؤال هام جدا للطلاب، يا مس لا قدر الله لو طالب كان واقع جدا في درجات الترم الأول، الطلاب اللي كانت جايبة 1 من 20، الطلاب اللي كانت جايبة 2 من 20، وللأسف الشديد ما عرفتش ترفع درجات الترم الثاني في الامتحانات، هل الطالب ده يبقى راسب؟ لا سيادتك، انت عندك امتحان دور تاني
التاني، بتمتحن على الترم الاول والترم التاني. الامتحان بيكون في مستوى الطالب الضعيف ميسر متوسط حتى. الامتحانات بتكون سهله جدا، ولكن تستدعي منك انك تذاكر، لان للاسف الشديد بعض الطلاب لما بتدخل امتحانات الدور الثاني تستهون بيها، ونكتشف ان الطلاب دي للاسف الشديد رسبت. وما بنكشف على الاوراق لاولياء الامور، وتيجي اولياء الامور بتيجي تطمن عشان تشوف ابنها رسب ليه، بيتاكد قدام عينيها فعلا ابنها سايب الورقه فاضيه، فعلا ابنها ما جاوبش ولا سؤال، فعلا ابنها ما جاوبش لحد اللي ينجحه. علشان كده اي طالب او اي ولي امر بيجي يقول لي انا اتظلمت، اقول له اكشف على ورقك مجرد ظهور النتيجه، انما ما ينفعش تيجي بعد النتيجه بشهرين ثلاثه تقول لي انا حابب اكشف على ورقي. ونصيحتي هنا لولي الامر، من فضل حضرتك ابنك لما يقول لك انا اتظلمت في نتيجه، من فضل حضرتك اعمل تظلم وشوف ورقه ابنك هل فعلا كلامه صادق وصحيح، ولا فعلا ابنك ما كانش بيذاكر المذاكره الكافيه وما حلش الحل اللي كان يتناسب مع نجاح هذا الطالب. طلاب اولى وثانيه ثانوي اطمئنوا، حتى الان البشائر الاوليه لنتائج المواد اللي امتحنتوها بشائر مبشره. مش معنى كلامي ان جميع الطلاب نجحت، ولكن احنا بنتكلم من منطلق النسبه العام، احنا بنتكلم في نسبه 90%، نتيجه كويسه جدا جدا على اغلب مستوى الجمهوريه. فان شاء الله رب العالمين احنا متابعين معاكم الايام القادمه. لو عندكم اي سؤال بخصوص الدرجات اتفضلوا اكتبوا اسئلتكم، وان شاء الله رب العالمين على قناه الاخصائيه شيماء هيكل هجاوب حضراتكم. ولكن ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، ودعوه حلوه كل اللي عليك انك تدعي في صلاتك ربنا ينجحك وربنا يوفقك. ركز كويس جدا الايام القادمه في الامتحانات، ركز كويس جدا على قدر المستطاع، حاول تحل تمرينات كتير حتى لو انت كنت لسه ما قفلتش المنهج، حاول تحل امتحانات كتير وتشوف الخطأ فين وتبدأ تدرسه كويس جدا وتعرف الإجابة الصحيحة. الطلاب اللي بتسأل امتى هكتب رغبتي علمي أو أدبي، إن شاء الله رب العالمين أغلب المدارس بدأت توزيع الأوراق أثناء الامتحان، تختار علمي أو أدبي، وانت لو اخترت علمي أو أدبي ينفع تحول لحد شهر 8. ولكن نصيحتي لجميع طلابي الكرام، استخير ربنا في صلاتك انك تختار علمي أو أدبي، ولازم تختار حاجة على اقتناع، مالكش دعوة بدرجات أولى ثانوي، لأن درجات أولى ثانوي انت لسه أول مرة تدرس هذه المواد وتتعود على هذا النظام. فإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا بالتوفيق لجميع طلابنا على قناة الأخصائية شيماء هيكل.